العامله في هذا القطاع تنحسوا بنوع من الحقره. وزير الداخليه تيمتنع على حوار جاد ومسؤول مع هذه النقابات القطاعيه بناء على واحد الملف المطلبي. عكس ذلك تيفاجئنا بالضغط على العمال وعلى الولاة ديال الاقاليم، ومن خلالهم الضغط على رؤساء المجالس الترابيه للاقتطاعات من اجور المضربين والمضربات في ضرب وفي خرق سافر للقوانين المنظمه، وعلى راسها الدستور وخاصه الفصل 29. هذا الاقتطاع ما تيرهبناش، هذا الاقتطاع ما تيخلعناش كمناضلين ديال الجامعات، كمناضلين ديال الجماعات الترابيه، لاننا تنتواجدوا في الساحه لعقود من الزمن. اقطاع الموظف ما يكره. تحيه. قلت هذا الاقتطاع اللي ما تيرهبش المناضلين والمناضلات ديال الجماعات الترابيه، وعندنا تجربه كبيره وعندنا صمود وعندنا مناعه ضد الاقتطاع من الاجور. وتنحيلكم رفاقي ورفيقاتي على الاجر مقابل العمل، اللي خرج هذه المقوله ديال الاجر مقابل العمل، فجميعا تنعرفوا المصير ديالو هو مزبله التاريخ. وبالتالي فنحن مناضلين في الساحه، وغادي نستمروا مناضلين رغم الاقتطاع، رغم الترهيب، رغم العنف، رغم التضييق على الحركات الاحتجاجيه. تحيه نضاليه، تحيه جماعيه، تحيه نضاليه. النقابيه داخل التنسيق النقابي مستمره في مجموع ربوع الوطن. عندنا بني ملال، عندنا جراده، عندنا تازه، عندنا الناظور، عندنا تطوان، عندنا وجده، مجموعه ديال المواقع اللي فيها الرفاق ديالكم والرفيقات الاخوان والاخوات اللي واجهوا الاقتطاع واللي واجهوا التدخل ديال وزاره الداخليه في الشؤون ديال المجالس المنتخبه. فبدل من العمل على التنميه المحليه، فبدل من العمل على مناقشه الملف المطلبي الوطني وتسويه الوضعيه، بدايه بالحريات النقابيه، بإضافة الرفع من الأجور كباقي القطاعات، تسوية باقي الملفات العالقة، الملف ديال الإخوان ديالنا التقنيين، الملف ديال المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، الكتاب الإداريين، خريجي مراكز التكوين، المجازين، الامتحانات الكفاءة المهنية، مجموعة ديال النقاط اللي كاينة في هذاك الملف المطلبي، واللي ما تنطالبوش شي حاجة كثيرة، تنطالبوا من الناس المسؤولين في الوزارة ديال الداخلية يجلسوا مع التنسيق بالوحدة والتضامن اللي بغيناه يكون يكون. بالوحدة والتضامن اللي بغيناه يكون. مطالبنا الاخوان عادله ومشروعه، وهي اللي تتكون في مجموعه ديال النقاط في الملف المطلبي اللي وضعناها في مجموعه ديال المراسلات لوزير الداخليه. وزير الداخليه في الاجابه على واحد السؤال في مجلس المستشارين تيقول انني مستعد للحوار، ولكن ما يكونش ديال الضغط. اخر اضراب اللي درناه في البدايه ديال فبراير، واول اضراب دابا اللي عاودنا خدناه هو في النهايه ديال فبراير، واحد 25 يوم، 3 ديال المراسلات من التنسيق النقابي. الناس المسؤولين ديال الوزاره يتهربون من فتح حوار جاد ومسؤول بناء على ملف مطلبي وطني. ما وزير ما مسؤول ديال امام العماله ديال قلعه سراغنا، قلعه النضال، قلعه الصمود. تنحيي جميع الاخوان والاخوات الرفاق والرفيقات في الجامعه الوطنيه ديال موظفي الجماعات الترابيه الاتحاد المغربي للشغل، الاخوان المنخرطي ديال النقابه الوطنيه ديال السيديتي الجماعات الترابيه، الاخوان في التنسيقيه ديال المجازين والتقنيين، وجميع الاطر والفاعلين النقابيين والحقوقيين اللي حضروا معنا وساندونا في هذه الوقفه الاحتجاجيه اللي تنعتبروها بدايه ديال النضال، دفاع عن الحق ديالنا العادل والمشروع. ما زال تنأكد باننا اصحاب حق، وباننا الاقتطاع من الاجور راه ما تيرهبناش. عندنا التجارب ديال 2010 و2011 و2012، وحنا بقينا في الساحه ديال النضال، والناس اللي عملوا على الاقتطاع واللي شرعنوا الاقتطاع راه كما قلت سابقا الى مزبله التاريخ. تحيه نضاليه. رفاقي نزيد ناكد بان التنسيق الرباعي تيخوض اليوم الاضراب الاول 28 و 29 مع وقفات احتجاجيه امام مقر العملات، وبالتالي فقد صدر واحد البرنامج
نضالي اللي كتيف شهر ديال 3 وشهر ديال 4 واللي غادي نختموه في ابريل 24 ابريل بمسيره بمدينه الرباط. تحيه النضال والصمود جميع الاخوان والاخوات الرفاق والرفيقات اللي جسدوا معنا جميعا هذه الوحده الاحتجاجيه. مزيدا من النضال، مزيدا من الصمود. ما لا يؤخذ بالنضال يؤخذ بمزيد من النضال. بالوحده والتضامن.